السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي خواتاتي، مرحبا بكم فيديو جديد عبر قناتكم أخبار المغرب الدارجة. اليوم غنهضروا على واحد الموضوع اللي كيتعلق بزاف ديال الشباب في المغرب والشابات كذلك، اللي هو التجنيد الإجباري أو الخدمة العسكرية، اللي قربت أنها تعطي الانطلاقة ديالها. بالنسبة للناس اللي كيسولوا على هذا الموضوع هذا، في اللجنة الخاصة بهذه الخدمة العسكرية اجتمعت، وطبيعة الحال إحصاء غادي يبدا إن شاء الله واحد في شهر 3، يعني باقي واحد تقريبا 18 يوم باش يبدا الإحصاء. وممكن يساعد دخلوا للسيت ديالهم تجنيد بوان ام ا، وتجيو لهاد الخانة ديال استمارة الإحصاء وتعمروها. هذه غتعمروها إن شاء الله. وعملية الإحصاء تبدا من فاتح مارس، يعني 1 مارس، واحد شهر 3، وتنتهي كذلك إن شاء الله في آخر ديال الشهر 4. إذا أخوتي الناس اللي مهتمين بهاد يعني الخدمة العسكرية وعندهم قل من 26 سنة يقدروا يدفعوا. بطبيعة الحال عندها بزاف ديال الامتيازات وبزاف ديال المميزات. بطبيعة الحال هي عام ديال التكوين، ومقابل راتب شهري، وكذلك الحصول على شواهد يعني مهمة. كذلك أخوتي بالنسبة لبعض الناس راه جاوهم بعض الاستدعاءات بطبيعة الحال باش يوجدوا ريوسهم لهاد الخدمة العسكرية. كما كنشوفوا في الصورة عندنا هاد السيد هذا مثلا، يعني جاتو الاستدعاء، ها هي إشعار يتعلق بالدعوة إلى ملء استمارة الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية في منطقة زواغة فاس. يعني الاستدعاءات كيجيو للناس بحال هكا. وبطبيعة الحال اللي ما جاتوش استدعاء راه ممكن ابتداء من شهر 3 يدخل ويعمر هاد الاستمارة اللي قلنا إن شاء الله. إذا أخوتي أي سؤال في هذا الإطار، في هذا المجال ديال التجنيد الإجباري، ممكن تدخلنا في التعليق ونجاوبوا عليه إن شاء الله. وبالتوفيق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.